النهاردة عملنا مع بعض صينية البطاطس الجميلة دي، بجد حلوة جدا على البوتاجاز، ما شاء الله عليها، على الجمال والحلاوة بقى وريحتها. بصوا جايبة لآخر الدنيا، ما شاء الله. أكلة اقتصادية، مش موفرة جدا جدا، مش هتاخد منك أي وقت. في نص ساعة هيكون عملت الغدا السهل البسيط ده. يلا حبايب قلبي ادخلوا على الفيديو، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لأم آية وعلى الفيديو، وقولوا لي رأيكم في الأكلة الجميلة دي، وبسرعة بسرعة اعملوها كده، وأكلة سهلة وسريعة. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 وبحبكم يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين ست البيت. النهارده الروتين بتاعنا والاكله بتاعتنا سهله جدا جدا واقتصاديه. يلا حبايب قلبي نشوف الروتين بتاعنا ايه ونشوف الاكله بتاعتنا الجميله ايه. بس الاول مره يشوفني ما اشتركش في القناه ينزل على كلمه الاشتراك ويشترك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لام ايه. تعالوا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. وزي ما قلت لكم وحشتوني جدا جدا، ما تنسوش اللايك. يلا بينا. يلا حبايب قلبي، اول حاجه كده هنعمل مع بعض كده صينيه بطاطس بالكبد والقوانص. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا معايا ايه؟ كميه البطاطس اللي انت حباها. تمام، بصي اي حاجه بقى بتقطعها بقى، يعني ايه تقطيعه ما تكونش تخينه ولا رفيعه. تمام كده، اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، ومعايا هنا طبعا كميه هنا من الكبد والقوانص، طبعا مغسوله كويس جدا. اهم حاجه بتاعه فراخ، اهم حاجه تغسليها كويس وتحط عليها ليمون وملح. تمام، اهي بالملح والليمون والخل، بس كده بس كده. تمام، ومعايا هنا ايه كام فص توم كده حلوين معتبرين. ومعايا هنا برضو كميه بصل، يعني بص الكميه برضو اللي انت حباها. تمام، ومعايا هنا بقى ايه كام قرن فلفل كده بارد، تمام، احمر واخضر. ومعايا قرن شطه كده ايه، بس مش هفتحه لان عشان ايه عندي اطفال فمش بيحبوا الحاجه الحراقه. تمام، ومعايا هنا برضو ايه يعني نص كيلو كده من الطماطم الفريش. ومعايا هنا البهارات بتاعتي. تمام، معايا ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره اللهم صل على النبي مكعب من المرقه. ومعايا كام واحده كده من اللورق وبابريكا. تمام، تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا، يلا. معايا هنا حبايب قلبي برضو الصينيه اللي هعملها، كل حاجه بصوا كل حاجه على البوتاجاز، مش هتاخد منك اي وقت خالص لو متاخره في الاكل. معايا هنا معلقه من الزبده. تمام، معايا هنا بقى ايه شويه زيت. انزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتي، اديها صدمه كده حلوه ثم ايه. تمام، هنديها بقى تشويحه حلوه كده في السمنه والزبده بتاعتنا، او الزبده والسمنه. بسم الله. طبعا الكبد والقوانص اللي معاكي ممكن تقطعها تقطعه صغيره، ممكن تسيبيها في حله، اهم حاجه تغسليها كويس جدا بالملح والليمون والخل. تمام كده. وطبعا صينيه البطاطس بالذات كل واحده وليها طريقه، كل واحده لها طريقه في الاكل، وممكن تعمليها بألف طريقه وطريقه. اهم حاجه ان انت بتعملي الحاجه في بيتك وخلاص. انا حبيت استغل الكبد والقوانص بتاعتي عشان فيها نسبه دهن كده، فانا قلت لا نسبه الدهن ده هتبقى حلوه جدا، هتطعم لك البطاطس بتاعتك وهتخليها جميله. تمام، هنا يا حبايب قلبي بصوا شوحت بقى ايه الكبد والقوانص بتوعي. بصوا اهو. تمام، انزل بقى عليهم كده بالكام فص الثوم اللي معايا اهو. تمام، وهديلهم برده ايه تقليبه حلوه كده جدا وبسيطه. بصوا مش هتاخد منك اي وقت خالص. لو انت بقى راجعه من الشغل متاخر، او لو انت قمتي بقى من النوم متاخر كده زي حالاتي، بتقومي تعمليها مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط. هتعملي بقى صينيه البطاطس الجميله دي على البوتاجاز، وكمان هتعملي جنبها الرز، مش هياخد منك اي وقت خالص. تمام كده. بغطا حله كبيره بقى عندي كده زي الغطا الحله بتاعنا ده، وهنغطيها. وتعالوا بقى ايه هنعلي النار عليها. تمام، تعالوا نعمل الرز مع بعض. نعمل مع بعض بقى الرز بطريقه سهله جدا، طبعا طريقه كلنا عارفينها. هاجي بقى هنا ناخد معلقه زبده بقى كده على معلقه سمنه. تمام كده، معلقه كبيره كده تكون ايه بامتياز يعني. تمام كده، بسم الله.
وهنحمر الشعريه كده معاك كوبايه كبيره من الشعريه. تمام كده. نحمر بقى الشعريه تحمير عادي خالص. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده بقى ايه، هنعمل الرز بطريقه سهله جدا جدا. طبعا كلكم شطار يا حبايبي، بتعرفوا تعملوا كل حاجه، انتوا بس بتشاركوني الروتين بتاعي وخلاص. تمام كده. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا على فكره. معلش انا بعتذر على التقصير معاكم في ان انا بنزل فيديوهات. تمام. خلاص كده يا حبايب قلبي، بقى اديت الشعريه بتاعت اللون الجميل اهي بصوا. طبعا هنزل بقى عليها بالرز. بسم الله. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي، بصوا الرز بقى مفلفل وجميل ازاي اهو. ومعايا ميه سخنه في الكتل، هقلب كده الرز شويه. تمام كده اهو. بصوا هتقلبي بقى تشوحي الرز كده مع الشعريه كده بالسمنه بقى والزبده. يا سلام حكايه. تمام. ومعايا طيب طبعا ميه سخنه في الكتل بتغلي اهو. تمام كده. هنحط بقى الملح بتاعنا. طبعا الملح بتاعك انت ومعيار ايديك، شوفي انت معيار ايديك ايه، حطي الملح بتاعك. تمام كده. هنشوف بقى البطاطس بتاعتنا. لو عندك بقى صلصه ممكن تحط لها معلقه من الصلصه كده، بتخليها برده جميله وبتخليها حمرا وحلوه. بس الطماطم بتاعتنا جميله اصلا لوحدها، مش محتاجه اي حاجه. تمام. هنشوح بقى الرز كده لحد ما الميه تغلي معايا، وبعد كده انزل عليها. كله على البوتاجاز، وفي نص ساعه تخلصي الغدا الجميل بتاعك، ومش هياخد منك اي وقت ولا مجهود خالص، واكله اقتصاديه مش مكلفه، مش هتكلفك اي حاجه خالص. تمام كده. الميه بقى في الكاتل بتغلي، هنستنى الميه لما تغلي وبعد كده هنحطها عدس. خلاص كده حبايب قلبي، بقى ايه، بنزود البطاطس بتاعتنا شويه ميه سخنين كده صغيرين عشان تكمل السوا بتاعها. وكمان اهو هدينا على الرز خلاص اتشرب الميه بتاعته. وهنسيب بقى 10 دقايق بالظبط، وهنطفي على الرز، وكمان هنطفي على البطاطس بتاعتنا. ويبقى الغدا السهل بتاعنا البسيط خلص خالص، ما كملش نص ساعه. ما تنسوش اللايك. يلا يا حبايب قلبي كده، اللي لسه يحط اللايك كده ينزل كده باللايك الجميل بتاعه. قلبي بيكون الغدا الجميل بتاعنا خلص ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين ما اخدش اي وقت خالص. في نص ساعه بيكون عملت الغدوه الحلوه دي. بجد حلوه جدا. بس كل حاجه مستويه، وعلى البوتاجاز ما طلعناش بقى الفرن ولا احتاجنا الفرن خالص. البطاطس معاكي مستويه، وكل حاجه مستويه زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. وكمان الكبد والقوانص بتاعتنا ما شاء الله مستويه وجميله جدا جدا جدا. والخضار كله معانا مستوي. يلا حبايب قلبي كده، اشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.